هذه الزيارة ديال مولاي بشعيب الرداد، الله يفتح عليكم والله ييسر امركم والله يسهل عليكم هذا النهار. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أنت تسأل من يملك، أنت لا تسأل مخلوقا لا يملك. اليوم الناس يسألون الأموات، ميزانيات ضخمة للأموات وللأضرحة من أجل نصر ثقافة يعني الدروشة، التصوف، ملايير تنفق. والله لو درنا بها مشاريع ومقاولات صغرى ودعمنا الشباب ما نشوفوش البطالة. 40 مليار 50 مليار 60 مليار من أجل ماذا؟ سنويا من أجل إحياء المواسم الشركية. وما بعث الرسل والأنبياء إلا من أجل التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه أخطاء شركية، علاش ما كتنبهوش عليها؟ علاش مدبرين نتوما غير طلبة العلم واللي يوفقوا الله عز وجل بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط ديالو، ويستاهل إنه من طلبة العلم. مولاي بشعيب الرداد، لاله عيشه البحريه، سيدي رحال البودالي، سيدي شمهاروش، سيدي علي بن حمدوش، والقائمه طويله. على مر التاريخ اشتهرت العديد من الاضرحه في المغرب بكونها محج كيحجوا ليه الالاف من المغاربه من كل حدب وصوب، رغبه في الانتفاع من البركه ويتقضى الغرض ويتبلغ المراد، زواج، عكس، قبول، خدمه، حتى الشفاء من الامراض. الفئه الكبيره من مريدي هذه الاضرحه هما نساء. حسب بيانات واحصائيات كتقول بان عدد الزوايا والاضرحه في المغرب كيتبلغ حوالي 7000 زاويه وضريح، كيلجؤوا ليها العديد من المغاربه بهدف حل مشاكلهم الاجتماعيه والنفسيه وحتى الجنسيه. وكيعتقد البعض ان كل ضريح كيساهم في حل نوع معين من المشاكل اللي كتواجههم في الحياه. كيشعلوا الشموع، كيهديو مبالغ من المال القايمين على الضريح، كياخذوا كميات من التراب يداووا بها، كاين اللي كيعلق الشراوط على الشجر، وهذا الشيء كامل في واحد الجو من التركيز باش تقضى الحاجه وتبلغ المراد. كاين اللي كيعوم بالماء ديال الضريح، وكاين اللي كيجذب وكيشطح. كيقدموا الذبيحه سواء كانت فروج كحل، معزه كحله، على حسب كل مشاهد وشنو كيكون. والعديد من الاعتقادات الخاطئه اللي لا اساس لها من الصحه وكتعتبر من الشركيات. كاينه بزاف ديال العوامل اللي ساهمت في انتشار الخرافه والتبرك بالاموات واعمال الشعوذه كدور الاسره وتنشئه الفرد على مثل هذه الممارسات والخرافات، وزرع قيم التلاعب والربح السريع والطرق المختصره. ممارسه هذه الخرافات والسحر والشعوذه تخطى الفئات المجتمعيه الهشه واللي عندها مستوى تعليمي محدود، بل ولينا كنشوفوا بلي هذه الظاهره انتشرت حتى في الاوساط ديال الناس المتعلمين واصحاب المهن الراقيه واللي عندهم مستوى كبير في المجتمع. كذلك ضعف التركيبه الذهنيه للفرد في المجتمع، وهذا الشيء اللي سبق تكلمنا عليه في احد الفيديوهات السابقه. ازمه التعليم وضعف المنظومه من بين الاسباب الاخرى لارتفاع هذه الظاهره، وكذلك انتشار التفاهه في مواقع التواصل. حلقتنا ثالث، نتلاقاو في حلقه اخرى، تبقاو على خير.